السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في مطبخ الوصفات، ومرحبا بكم مشتركين جدد اللي راهم هنا معايا. كما تعودتوا كل مره نجيب لكم وصفه جديده. كما راكم تشوفوا هنايا درت لكم مسكوتشو بذوق كراميل. نبداو بسم الله. عندي حبه بيض، نص كاس سكر، وعندي عطر الكراميل. نخلطوا مليح هذا البيض والسكر. نزيدو نص كاس زيت، نديروه تدريجيا ونخلطو مليح حتى يذوب هذاك السكر. نجيب هنايا علبة تاع ياغورت تاع ذوق الكراميل ونخلطوها معاهم. نزيدو نص كاس حليب ونخلطو. نفس الكاس نديروه فرينة، ندير شوية وندير وحدة خميرة الكاطو ونخلطو. نزيدو نكملو هذاك الكاس كاع ونخلطو مليح. هنا نجيبو الكاس الزاوج ونشوف، ندير غير بالعقل ونشوف شحال تدي لي فرينة. هنا كي تشوفوا مسكوتشو ديرلكم خطوط معناتها راهي مليحه. انا هذا الكاس الثاني بقى لي منه غير شويه فرينه برك عفوا. هنا المول اللي راح ندير فيه يدي غير حبه بيض صغير ماشي كبير بزاف. كي خرجت برا عجبني قلت ندير فيه معكم مسكوتشو. فرغت هذاك الخليط ودخلته على 180 درجه. كي حمارت نحيتها. شوفوا كيف جات طالعه ما شاء الله. نديرها في طبسي. هنا مازالت سخونه. نشوف كيفاه جات. شوفوا كيفاه جات طالعه خفيفه ما شاء الله. الصوره راهي تحكي وحدها. هنا عندي كراميل كنت خدمته في الدار، عندي كوري بيه هكا خطوط من الفوق. الكراميل المره الجايه ان شاء الله ندير لكم الوصفه تاعو باش تخدموه به. وعندي شويه تاع كاوكاو ونديكوري به من الفوق. والمسكوتشو تاعنا راهي هكا واجده. دوكا نقسم معكم وتشوفوا كيفاه جات من الداخل. شوفوا كيفاه جات خفيفه ما شاء الله. إلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالدعم والاشتراك. سلام.